كل أكلة وليها سر وسرها في البهارات الصح. النهاردة في سلسلة أسرار المطبخ هنعرف ازاي كل نوع ليه تركيب بيأثر عليه، تركيب من البهارات بيأثر على الطعم وعلى الريحة. خليكم معايا خطوة بخطوة، حضروا بقى ورقة وقلم عشان تكتبوا ورايا. بعد كده مش هتروحي للعطار تقولي له هات بهارات لحمة وهات بهارات فراخ. احنا مع بعض دلوقتي هقولك تركيبة كل نوع. أول حاجة بهارات اللحمة، عبارة عن 20 جرام كمون، 20 جرام حبهان مطحون، 20 جرام قرفة مطحونة، 10 جرام قرنفل مطحون، 25 كبابة صيني، و25 كزبرة مطحون، وكمان 50 جرام فلفل أسمر مطحون. تمام كده، دي بهارات اللحمة. بهارات الفراخ عبارة عن 50 جرام كزبرة، 25 جرام جنزبيل، 25 جرام فلفل أبيض، 25 جرام كاري، و10 جرام كركم، و20 جرام بابريكا، و15 جرام كمون، و10 جرام حبهان مطحون. تمام كده. انت هتقولي لي انت بتحطيهم كلهم على بعض وتحطي منهم حوالي مثلا ايه معلقه او معلقتين زي ما انت بتحبي البهارات. ماشي كده. معانا بقى بهارات الكفته، على كل كيلو كفته بتحطي 10 جرام ملح و3 جرام فلفل اسود مطحون بس. ممكن بعد ما بتصبعيها بترشي عليها شويه فلفل اسمر بس كده. الكفته ما فيهاش اي بهارات زياده عن كده. في بقى بهارات الحواوشي كمان، 10 جرام حبهان مطحون، 10 جرام قرنفل، 50 جرام كزبرة، 50 جرام فلفل اسود، 25 جرام كمون، 25 جرام قرفة، 50 جرام بابريكا، 25 جرام كبابة صيني، و25 جرام كمون. الجرامات دي مثلا عبارة عن ال10 جرام عبارة عن معلقة صغيرة، ال20 جرام بنزود بيبقوا معلقتين صغيرين، وهكذا بقى. كده نكون عرفنا النهارده سر من اسرار تركيب التوابل. استنوني في الحلقه الجايه، هنتكلم عن نوع جديد وسر جديد هيخلي اكلتك دايما مميزه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك باقي حلقات اسرار المطبخ. اشوفكم في حلقه جديده.